ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بالف خير. وفيديو النهارده فيديو جديد وفيديو الدلع، وهندلع فيه بشرتنا وشعرنا وهندلع كمان نفسنا، وهنفصل كده عن اي حاجه ممكن تضايقنا. النهارده كمان الفيديو مش لوحدي، هيكون معايا اليوتيوبر الجميله اللي بموت فيها جيرين، بحبها وبحب قناتها جدا جدا. هي كمان هتقدم لكم يوم الدلع بطريقتها، كل واحده فينا هتعمل طريقتها الخاصه بيها. فما تنسوش تتفرجوا على الفيديو، هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس. ولو دي اول مره تتفرجوا لي على فيديو، انا رباب ودي قناتي رباب بيوتي. لو لسه ما اشتركتيش انزلي تحت الفيديو كده واعملي اشتراك، وكمان شغلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا على طول على الفيديو. اول حاجه هنبدا بيها يومنا ان احنا كده نقوم ونقول النهارده هو يوم الدلع، ونبدا بقى نكتب الحاجات اللي احنا حابين نعملها، اذا كان للبشره، اذا كان حاجه نفسي فيها اعملها من زمان، حاجه حاسه ان انا عملتها هتبسط. كل الحاجات دي هنبدا نكتبها عشان لما هنلاقيها قدامنا هنبدا نعملها واحده واحده. اول دلع هنبدا بيه هو دلع شعرنا. هنعمل حمام زيت للشعر. انا بعمله بالطريقه دي، بسخن ميه وبحط الزيت على البخار الميه ده وبيبدا الزيت يسخن. مش بسخن الزيت ابدا ابدا على النار، بالطريقه دي الزيت بيبدا يسخن واحده واحده. وبعدين بحطه على شعري وبسيبه لمده ساعتين وبلف شعري باي حاجه. في الوقت اللي انا عامله فيه حمام الزيت ده هبدا بقى احضر الماسك اللي هاخده معايا الشاور، وهو هيكون عباره عن قشر برتقان والسكر والملح اللي كنت عاملاه لكم قبل كده للركبه والكوع، بس المره دي هضيف عليه كمان معلقه ونص كده من القهوه، وكمان هضيف 3 معالق كبيره من زيت الزيتون، وهقلبهم مع بعض كويس. بحب اشوف الاول كده السمك بتاعهم وبعد كده اضيف الحاجات الباقيه. هضيف العسل، معلقه كبيره من العسل، وكمان نص ليمونه. حابين تضيفوا زيت ليمون حطوا، زيت ورد حطوا، انا بحب بس احط لكم الحاجه ممكن تكون موجوده في كل بيت. وهنقلبهم كويس وبكده يكون الماسك جاهز معايا اخده معايا الشاور. بعد كده هبدأ اغسل شعري بالشامبو، اي نوع شامبو انتوا حابينه. وكمان بحب اغسل حمام الزيت بحمام كريم، انا جايبه جديد اسمه العود الملكي، لسه بجربه، هقول لكم رايي فيه ان شاء الله قريب. بغسله بالحمام الكريم ده. وبعد كده ببدأ بقى احط السكراب بتاعي اللي انا حضرته قبل ما ادخل الشاور، ويكون جسمنا مبلول. اهم حاجه الجسم يكون مبلول، ما نحطش السكراب على جسم ناشف عشان ما يأذيناش. بس هنحطه كده لمده مثلا 5 دقايق او 10 دقايق، وبعد كده هعمل حركات دائريه زي ما انتم شايفين كده على جسمي كله. خلصنا الشاور بتاعنا، هنحط بقى البادي ميست، هنحط الديودرنت بتاعنا، هنحط كريم الترطيب، ونشوف بقى المرحله الجايه ايه. المرحلة دي بقى هنهتم ببشرة وشنا. هنعمل حمام بخار بطريقة سهلة جدا. هجيب مية سخنة وهحط فيها شرايح ليمون ونقطة زيت ليمون، مش اكتر من كده. ومش هنعرض بشرتنا كتير الحمام البخار ده، احنا اوريدي كنا اخدين شاور، فبس يا دوبك 5 دقايق مش اكتر. هعرض بشرتي ليه بس استعدادا للماسكات اللي هحطها. اول ماسك هبدا احطه هو سكراب بطريقه سهله، ربع معلقه زبادي مع معلقه سكر، وهقلبهم مع بعض كويس واحطهم على بشرة وشي. وبحركات دائرية بسيطة جدا هبدأ اعمل كده سكراب لبشرة الوش لمدة 10 دقايق مش اكتر. بعد ما نخلص ماسك السكراب هنبدأ بقى بماسك الترطيب، وهو عبارة عن معلقة كبيرة او معلقتين من لبن البودر، عليه معلقة عسل، وكمان ربع معلقة زبادي صغنطوطة، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. اول ما هتعملوا الماسك ده هتحسوا ان هو كلكع معاكم، استمروا كويس في التقليب زي ما انتم شايفين دلوقتي. هيبدأ الماسك بتاعه يبقى على شكل كريمي، فاستنوا ما تيأسوش حركوه كويس هيعمل معاكم الشكل الكريم ده. هنحط لمدة تلت ساعة. بعد كده اكيد مش هننسى كمان شفايفنا، هنرطب الشفايف قبل ما نعمل اي ماسك ليها. وبعد كده هعمل لها ماسك. كنت عامله مرطب ده بزيت اللوز الحلو ودم غزال وفازلين، هحط معاه معلقه سكر وكمان معلقه عسل، واقلبهم مع بعض كويس. هيبقى شكلهم كده. حطهم على شفايفي باي فرشه عندك سنان، ممكن تبداي تعملي سكراب. وبرده بعد ما تخلصيه ما تنسيش ترطبي شفايفك مره.
بعد ما نخلص الماسكات اهو حاطه لكم تاني مرطب الشفايف، هنرطب شفايفنا تاني وبعدين هنستخدم التونر اللي انا بستخدمه دلوقتي اللي هو ميه النعناع، وطبعا حبيب قلبي كريم مرطب نيفيا سوفت. بعد كده بقى هبدأ اجهز دريس حلو انا بحبه هبدأ البسه، وكمان هحط تاني برفيوم او اي بادي سبلاش، انا بحب بادي سبلاش استخدمه في البيت عموما على طول هستخدمه تاني. وكمان هستخدم المسك بتاعي انا حاطاه في العلبة دي بس هو مسك انا مسيحاه. وكمان هبدأ احط مانيكير لو حابين، مش حابين الخطوة دي براحتكم، بس حاجة كده فيها شوية دلع. المرحلة دي بقى مرحلة اختيارية. بصوا انا من الناس اللي لما بحب احط يعني ماسكات لبشرتي مش بحب احط ميك اب بعدها، بس انا عارفه الميك اب ممكن يغير مود اي واحده فينا، فممكن تحطي ماسكارا وبلاشر وحاجات بسيطه كده سهله جدا ومش هتأذي قوي بشرتك. نيجي بقى لأكتر وقت كده أحس أنا فعلا بقدر أفصل فيه، بطفي النور وأفتح كده إضاءة بسيطة جدا وأبدأ أقرأ كتاب، أبدأ أكتب حاجة كده جوايا عايزة أطلعها، أبدأ أفكر في أفكار جديدة، فيديوهات جديدة، حاجة عايزة أغيرها، حاجة عايزة أعملها، أسمع ميوزك، ممكن أقعد أرقص، ألعب رياضة. المهم أفصل كده وأطلع نفسي من أي حاجة حواليا ممكن تضايقني وأعمل الحاجة اللي أنا بحبها وبس. من الحاجات كمان اللي بتخليني افصل اتفرج على مسلسل بحبه، وانا الفترة دي بتفرج على مسلسل اهو ده اللي صار بتاع روبي، بجد مسلسل كده فظيع، كله كده ايام زمان واسكندرية، وبيحكي عن اسكندرية ايام 1919 تقريبا الفترة دي. بجد مسلسل رائع جدا جدا. بحس برضو ان انا فاصلة كده عن الدنيا كلها وانا بتفرج عنه، ولو حبيت تتفرجوا على مسلسل حلو وقصته حلوة بنصحكم بيه جدا. طبعا واحنا بنتفرج على المسلسل مش هننسى ناكل حاجة، وبنتفرج على اسكندرية يبقى ناكل فريسكا، فمن الحاجات اللي بحبها جدا. وممكن بقى تاكلي اي سناكس تانية انتي بتحبيها. المهم لو هتعملي يوم الدلع ده وانتي عاملة دايت اعمليه يوم الفري. بس وبكده اكون خلصت يوم الدلع. حاولت تكون حاجات بسيطة ممكن نعملها كلنا، لو انتي عندك افكار اكتبها لي في الكومنتس عشان نعملها كلنا مع بعض وفعلا نقدر نفصل ونقدر نبعد عن ضغوط الحياة وعن الدنيا اللي حوالينا شوية، حتى لو ليوم او حتى لو لساعة. المهم ان احنا نقدر نبعد عن اي حاجة ممكن تزعلنا. بس كده اكون وصلت لاخر الفيديو. متنسوش بسرعة تتفرجوا على فيديو جيرمي وتقولها اللي انا بحبها قد الدنيا وبحبكم انتوا كمان قد الدنيا، واشوفكم في فيديو تاني. باي باي.